القرفه. هنا كاينه عندي واحد البصله، وهنا بطبيعه الحال كاين عندنا الطنجيه ديالنا اللي غادي يصيبها فيها. غادي ان شاء الله غادي نتجهوا مباشره للطريقه ديال التحضير. ومهم بطبع كما تشوفوا هنا غادي ناخذ غير القياس اللي غادي يكفينا، يعني ما غنديرهاش كامله على القياس وصافي. المهم غادي نبداو على بركه الله. نسيت ما قلت لكمش الملحه حتى هي غادي نزيدو غير شويه، غير ما بغيتش نخلطها مع المكونات، غادي نزيدها بوحدها، داكشي علاش ما ضفتهاش هنا. المهم غادي نديروا هاد المكونات وغادي نبداو دابا ان شاء الله. وهنا واحد الكاس ديال الزيت، راه نسيت ما قلتوش لكم. المهم هو راه كاس، يعني كيبقى على حسب الاختيار وصافي. المهم غنبداو. هو الكرعين ديالنا. المهم حنا دابا هو الكرعين دابا غادي نجمعوها. ديالنا صافي وجدات ان شاء الله. غادي نديوها للفرماتشيه، نديوها ان شاء الله باش طيب و 5 السوايع، مده 5 السوايع. ملي ان شاء الله طيب ويجيبها لينا غدا ان شاء الله، انا غادي نوري لكم الشكل ديالها النهائي كيفاش جات. وغادي نحلها قدامكم، راه كتجي معلكه وكتجي رائعه جدا ما نقولش لكم. ونتلاقاو ملي ان شاء الله طيب باش نوريكم الشكل ديالها كيفاش داير. هانتوما البنات حنا نبداو نحلوها. يلا جابها من الفرماتشي، هي معلكه وطايبه مزيان. نطلعوها ما تعرفوش كيبان.
الطنجيه ديالنا ديال الكرعين كيفاش جاتي والحمص. ها انتوما هاي كتصور كدري. ها هو هي الطنجيه ديالنا كيفاش دايره. تبارك الله راه جات معلكه وزوينه ودايبه. اش غنقول لكم، دايبه نيت مزيان. امين هاز واحد الحمص. ايوا قدمتها مع الزيتون حار والحلو، يعني من الحار اللي حار واللي ما حارش. هانتوما الخبز عادي مثلا، يعني كنديرهم غير صغيورين كيجيو زوينين حتى من داك الخبز الكبير. المهم نتمنى انا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم متنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد، لايك وبارطاجيو مع صحابكم اهل والاحباب كي تعم الاستفاده. وشكرا لكم بزاف، الى اللقاء في فيديو لاحق ان شاء الله.